انا مش عارف رافع ده. لماذا لم تقل مذهب النفس المطمئن مذهب امير المؤمنين عليه السلام؟ ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في مذهب علي، لان علي رضي الله عنه كان سنيا لا يعتقد بالمتعه التي يعتقد بها الشيعه، كان لا ياخذ الخمس كما يفعل المراجع، كان لا يسب عرض محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يلطم ولا يطبر، فعلي سني رضي الله عنه. لكن انت لست يعني انتم على عقيده غير العقيده التي كان عليها علي رضي الله عنه. تسنن وانجو بنفسك. اخي العزيز، انا ما عرفتك اولا، هي وحده. اثنين، مش مهم تعرف. هم كذلك سنه وكذلك احنا الشيعه وموالين. لا يا حيدر، انتم يعني انت تحب السنه يا حيدر؟ نعم، نحن سنه بتطبيقنا سنه الرسول صلى الله عليه واله. حيدر انت ردود. ما اسمعك. شنو؟ خلاص مش مهم. يعني انت بتطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت حافظ القران يا حيدر؟ صلى الله عليه واله. شلون؟ لا تصلي الصلاه البطراء يا حيدر، قل صلى الله عليه واله وسلم. كذلك انت تقول بتراء، احنا ما نقول بتراء. مين بطراء دي؟ انت تصلي صلاه البتراء انت. انت بتقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هل بتصلي على ام المؤمنين عائشه؟ وباركت وتحننت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. طيب ما عائشه رضي الله عنها من آل محمد، فانت تصلي على ام عائشه كثيرا رضي الله عنها. كيف؟ ام المؤمنين عائشه من آل البيت، فانت تصلي عليها كثيرا. وين صليت عليها؟ تريد توصل لوين اخي؟ انت سيد مو سيد؟ ما اعرف. يعني خليك مؤدب مع السيد شوي. اول حاجه يا حيدر، الملائكه قالت لساره زوج ابراهيم عليه السلام رحمه. سيد لو لا خل اعرف ولا اتحدث معك. انا مطلع شهاده ان انا سيد، والله مطلع شهاده، وانتم زي الساده اللي عندكم بيطلعوا شهاده. ما الصرخ تحدث الثاني ان ياتي بشجره نسبه الحقيقيه وطلع ما فيش. خلفها عليك، مو هيك، خلفها عليك وبعدين تحدث. اقول لك، الملائكه قالت لساره زوج ابراهيم، قالت لها رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. فساره من اهل بيت ابراهيم وعائشه من اهل بيت محمد، فانت لما بتقول اللهم صل على محمد وآل محمد بتصلي على ام عائشه رضي الله عنها. اسال الله يا حيدر ان يحشرك يوم القيامه مع ام عائشه. جيد، انا اتنزل وياك. صليت على عائشه، ماذا تريد؟ اسمها السيده عائشه يا حيدر، اسمها السيده عائشه. صليت على السيده عائشه. ايوه كده، زوجة النبي. ماذا تريد؟ اريد ان انا وانت نتفق بقى ان اللي بيسب زوجة النبي دول الكفار، صح؟ اولا احنا في مذهبنا ما عندنا واحد يسب السيده عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الله عليك يا حيدر، وانا بحبك لان مذهب الشيعه هذه وحده. لا خلينا في الاولانيه. مذهب الشيعه لا يسب عرض محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشيخ حيدر القاظم ان الشيعه لا يسبون عرض محمد، فاللي بيسبوا عرض محمد اللي بيسبوا ام المؤمنين عائشه. اسمعني يا حيدر، اسمعني بس يا حيدر، اللي بيسبوا ام المؤمنين عائشه دول مش شيعه. صادق الشيرازي لعنه الله مش شيعي، الشيرازيه زنادقه سبابه مش شيعه، الصدريه لعنهم الله مش شيعه، لان الصدريه بيسبوا ام المؤمنين عائشه لعنهم الله. كل دول كفار زنادقه. اي حد من انا ما بتكلمش عنك، انا بتكلم على الكفار اللي بيسبوا السيده عائشه، اللي هم الصدريه والشيرازيه وبعض اتباع السيستاني لعنهم الله. ماذا تقصد الصدريه؟ ماذا الصدريه تقصد؟ من اللي بيلعن في الصدريه، اللي هم بيلعنوا ام المؤمنين عائشه، دول لعنهم الله زنادقه. انت مش منهم، انت رجل. شنو يعني صدريه؟ ايش صدريه؟ شلون يعني صدريه؟ لا في ناس قالت لي في جماعه اسمها الصدريه في العراق بيلعنوا السيده عائشه، فانا بقول عليهم لعنه الله على. لا خلينا نكون مؤدبين في الحوار وفي الحديث، ما نتجاوز على الناس كلها. انت رأيت لك كم واحد متطفل، واحد غير مؤدب، تقيس على الكل. لا، مذهبنا لا يقبل بذلك، ولا يقبل بالسب، ولا يقبل بالتجاوز والغلط. انت صدري؟ صدري، سيستاني، يعقوبي، اي شيء. الله، مذهبنا كشيعة امامية. الله، تعال يا حيدر، انت جبت حته جميله قوي، قلت لي صدري، سيستاني، فخذي، يعقوبي، شيرازي. فين اتباعكم لآل البيت يا حيدر؟ يا حيدر انتوا الان يا حيدر القاظم انتوا الان تتبعون المراجع، كل واحد شايف له مرجع يجري وراه يتبعه. لا يوجد اتباع لآل البيت يا حيدر، انتم لا تتبعون آل البيت. مو تغلط، لا تغلط يا سيد، مو ايش انت تعمل مغالطه، تغالط روحك وتغالط نفسك وتشوه الفكره. اعطينا مجال نحكي وياك. تفضل. اولا قلنا لك كمذهب شيعه اماميه لا يقبلوا بالسب
والغلط والتجاوز. هذه واحد. ثانيا أنت تقول المراجع وكل واحد داخل المرجع، من بعد الإمام المعصوم لازم يبقى شخص يوصل الرسالة. الله اكبر الله اكبر. حيدر بيقول لكم بعد ساعة ما اختفى الامام المعصوم لابد من واحد يوصل الرسالة. يعني الرسالة لسه ما وصلتش لدلوقتي. ما هو ده من الطوام ان انتوا قلتوا ان لابد ان واحد يكمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالت الرسالة ناقصة ومحتاجين دلوقتي بقى السيستاني بيكمل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. جه علي يكمل وبعدين الحسن وبعدين الحسين وبعدين والبكر والصديق والجواد والرضا والهادي والدين لسه ما كملش. هيكمل منين؟ ما هو الامام هربان بقى له 1200 سنة. خلاص يجي واحد يعقوب يكمل شوية، على واحد صدر يكمل شوية، يديهم حتة شيرازية شوية، يجي السيستاني يلف حوالين التورته شويه، وادي كله بيكمل الدين اللي ناقص. مو هيك يا سيد، اعطي مجال، مو هيك الحكي. حياك الله. اولا الناس ضعيف، يقول الناس متقطع، اعطيني مجال وسولف براحتك. حياك الله. ناس ليش خايف؟ انا خايف؟ صوتك يقطع كلش صوتك يقطع. انا اسمعك. كمل يا حيدر، كمل. المراجع كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وقته يبعث ناس إلى هذه الأمة، هذه القرية. جميل. انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت ناس زي معاذ مثلا لما ارسلوا الى اليمن لتبليغ الدين، وارسل هنا وهناك. طيب الناس اللي النبي كان بيرسلها دول يا حيدر صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيختلفوا، كان كلهم مرجوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت الان الناس اللي بعتهم مهديك دول اللي انت بتقول عليهم بيكفروا بعض. السرخي شامي نفسه سيد المحققين بيكفر السيستاني يقول لك لا تعجبه مدرسه خامنئي اللي هي مدرسه ولايه الفقيه لانه تبع المدرسه التفكيكيه. احمد بن الحسن اليماني برضه من اللي بيقول لك من اللي بيتبع برضه ما بيتبعش، فكلهم بداوا يكفروا بعض ويلعنوا بعض. خليني اكمل ياك سيد. وكل حاجه اعطينا مجال وما بتجاوبش يا حيدر. اتفضل سيد. مو كل الحديث لك انت تسال وانا اجيب، تسال وانا اجيب، لحد الان ما سالتك. سالوني قبل ان تفقدوني يا حيدر. لا مو انت نسالك قبل ان نفقدك. هذا المعصوم لا تتجاوز. لا انا زي المعصوم يا حيدر، انا زي المعصوم يا حبيبي. يعني حتى الان انا محترمك ومحترم عقيدتك ومحترم ارائك. لا وده التشيع. ما انت لو ما احترمتش عقيدتي يبقى مش انت لسه من شويه قلت احنا الشيعه لا نسب ولا نلعن ولا حاجات من دي. خلاص بقى خليك ماشي على نفس الامر. انا بقول لك سلني عن اي شيء بفضل الله ورب الكعبه انا انفع اكثر من امامك المهدي، فسلني عن اي شيء اجيبك. لا الان تأدب، اقول لك تأدب. انت ليس انفع من الامام المهدي. انا اقسمت بالله. انا اقسم كذب يا حيدر؟ انا اقسم كذب؟ لا اكو حدود، اكو ادبيات، اخلاقيات في الحوار يجب ان لا نتجاوزها. وانا مش قصدي التجاوز والله. انا انفع اكثر من امامك المهدي. سلني عن اي شيء بفضل الله، سلني عن اي شيء. لكن سل امامك الان، امامك لن يجيبك. لكن سلني انا عن اي شيء. تفضل سلني عن اي شيء. نائب الامام يجيب عن كل شيء. نائب الامام موجود. طب اسالك انا لو انت مش عايز تسالني سلني عما تريد. قلت لك العقل يوجب اتباع المراجع الفقهاء. العقل يوجب اتباع المراجع الفقهاء. عقل مين ده بقى يا حيدر؟ عقل مين اللي يقول لك اتبع مراجع يسرقوا الخمس ويزنوا بالنساء باسم المتعه؟ عقل مين؟ اسمعني بقى يا حيدر عقل مين اللي يقول لك كله بيسرق الرساله العمليه بتاعته الخوئي ويغير فيها شويه حاجات وينسبها ليه؟ عقل مين المراجع اللي دمروا العراق؟ عقل مين المراجع اللي ما فيهمش حد حافظ للقران الكريم؟ عقل مين اللي يقول لك انك تتبع مراجع لواحد غائب؟ يعني لا المراجع متفقين ولا الغائب عايز يخرج يا حيدر. اعطينا مجال. نعم. انت لا تمرض لما تروح، انت تتمرض لما تروح للمرجع، تروح للدكتور. للدكتور. عندك زيارة عطت لما تروح للفيتر. الانسان بالاحكام الشرعية لمن يروح للانسان العارف بالاحكام الشرعية اللي هو المجتهد. من اين يستنبط الاحكام الشرعية؟ من اقوال الرسول صلى الله عليه واله والقرآن الكريم. طيب خلينا نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة القرآن به ظاهر وباطن يا حيدر، فكيف هو هيخرج هذا المرجع؟ والقرآن الباطن لا يعرفه إلا الإمام المعصوم، فالمرجع هيجيبه إزاي؟ هذا رقم واحد. هنعدي رقم واحد دي. رقم اتنين بتقول لي بيستنبط من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الكافي يا حيدر فيه أكثر من 16,000 رواية، ما فيهوش إلا 92 رواية فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف المرجع هياخد من أحاديث الرسول يا حيدر؟ ما ولا هياخد ولا عنده قرآن ولا سنة يا حيدر. المرجع بس همه كرشه والماني يا حيدر، ماني خمس. كيف؟ اهم حاجه عند المرجع الخمس يا حيدر فقط، لكن لا عنده احاديث ولا امامك وين يا حيدر؟ وين امامك يحل المشكله دي؟ سالني. انا قلت لك انا انفعك اكثر من امامك. والله انا اخذ بيدك للجنه والله يا حيدر. دع التشيع باطل.
صوتك يقطع قاعد كلام قاعد شو تقول؟ يا حيدر انا اخذ بيدك الى الجنة والمراجع ياخذون بيدك الى النار، تسنن واترك التشيع فهو ضلال يا حيدر والله. كيف عرف الضلال؟ بين اللي بين، يلا بين كيف عرف الضلال؟ ممكن افتح الكاميرا اوريك اشياء معايا يا حيدر؟ لا ما يحتاج، انا في البيت ما يجوز. ما يجوز ايه وانا بقول لك افتح الكاميرا هات اللي جنبك، انا عايزك انت فقط هوريك انا حاجه، مش مهم انت تفتح عندك. تراني الان يا حيدر؟ انا اسمعك تحدث، ما يحتاج كاميرا، تحدث اسمعك. كنت اوريك كتب الشيعة المليئة بالضلال والشرك والبطلان، وفي يدي الان والله كتاب الكافي، وفي يدي فصل الخطاب في تعريف كتاب رب الارباب، وكنت باين لك هذا المعتقد معتقد مخالف للقرآن والسنة والعقل والمنطق والاجماع. اخترع الشيعة عقائد واهية. كيف مخالف كيف؟ ما اسمعني يا حيدر، اخترع الشيعة عقائد واهية باطلة ونسبوها الى الاسلام، منها الامامة، ولم نجدها لا في القرآن ولا في السنة امامة الائمة الاثني عشر، منها عصمة هؤلاء الائمة. يعني حينما يقولون لك السيدة فاطمة سلام الله عليها معصومة عصمة مطلقة، طب ماذا استفادت الأمة من عصمة السيدة فاطمة؟ ما رووش ولا حديث عنها في الكتب الأربعة، الكتب الأربعة لا حديث واحد روي من طريق يوصل إلى فاطمة رضي الله عنها اللي فيها أكثر من 40,000 من أكثر من 44,000 رواية، إمامة وعصمة ورجعة وتقية وخمس ومتعة باطل، كله عقائد باطلة واهية يا حيدر والله مخالفة للإسلام. المخالف للإسلام اللي وجدت أن تشيل العصمة هي مخالفة للإسلام؟ كل شيء يا حيدر. الولاية التكوينية للأئمة مثلا، تعرف يعني ايه الولاية التكوينية؟ ان الأئمة يتحكمون في الكون بإذن الله. يعني إمامك المهدي الآن يسمعنا يا حيدر؟ نعم يسمعنا، ما يسمعنا تريد توصل إلى شنو؟ أدكتين من عندك جملة مفيدة. هو أنا كل ما أجي أسألك سؤال تقول لي يعني تريد توصل إلى شنو؟ أنا بسألك أهو، هل إمامك المهدي يسمعني أنا وأنت الآن؟ الله أعلم. أحسن. الشيعة في بعض الشيعة الزنادقة بيقولوا الأئمة يعلمون الغيب. لا تتجاوز، أنت الآن قليل الأدب والاحترام. شكرا يا حيدر، أنا ما بتكلمش عليك، أنت محترم يا حيدر يا ابن الأصول. أنا قصدي يا حيدر إن في شيعة الآن، شيعة يزعمون أن الإمام يعلم الغيب، الشيعة دول بيزعموا أن الإمام يعلم الغيب. تعلم أدبيات الحوار، ما تتجاوز على معتقدات وآراء الطرف المقام. أنا لا أتكلم عنك، مش أنت بتتبع الصرخي؟ أنت بتتبع الصرخي؟ نسأل الله أن يحشرك أنت مع الصرخي. أيوة، يبقى أنت ما بتتبعش الصرخ، اعتبرني بتكلم عن الصرخ بقى وما تقوليش تجاوز. في شيعة الآن يا حيدر يرون أن الأئمة يعلمون الغيب، أنت إيش رأيك في هؤلاء الشيعة؟ مسلمون هؤلاء؟ أعلموا الغيب أو لم يعلموا، وما هو الشيء الذي يضرك في ذلك؟ لأن الله يقول كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما نجد رواية في كتاب الكافي أي إمام لا يعلم ما يصيب وإلى ما يصير فليس بحجة الله على خلقه، وأن الأئمة لا. اسمع يا ولد، اسمع ما تكلم، لا تقاطع. اعطيني أنا مجال، لا تقاطع يا ولد، لا تقاطع. وما أقرأ رواية تانية إن الإمام يقول إن الأئمة لا يموتون إلا باختيار منهم، يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. هذا كفر وزندقة، هذا كذب على الله تبارك وتعالى، اخترع هذه الروايات. انت وين تريد توصل؟ توصل لي فكره، انت تريد توصل نقطه كذا على مود افتهم وياك لو تحكي بكيفك. اي حيدر، كل ورايا حيدر عشان انت ترتاح وانا ارتاح، كل ورايا ابرأ الى الله من هذا التشيع، كل ورايا حيدر. ما تقول؟ يعني ابرأ الى الله من هذا التشيع الباطل، كل ورايا. والله انك ضال ومضل وتائه وفي حيرة من امرك. في حيرة؟ لا المفروض في حيرة، في حرف جر، مش مهم. ليه حيدر؟ في حيرة من امرك، هذا حرف الجر يا والله يجرك ويجر عشيرتك ومذهبك. شكرا يا حيدر.